بيبدأ فيلمنا في مكان اسمه كوماندرا، والناس عايشة فيه مع التنانين اللي بتجيب لها المية والمطر وبتخليهم يعيشوا في سلام، لحد ما بيظهر مرض فتاك وبينتشر بسرعة جدا بيحول كل حاجة بيلمسها لحجر. حتى التنانين حاربت بكل قوتها لحد ما آخر تنين واللي اسمها سيسو جمعت كل قوتها في جوهرة علشان تقضي على الدرون، وبعدها كل حاجة رجعت لطبيعتها إلا التنانين. بعد كده بتظهر بطلة فيلمنا واللي اسمها رايا، وهي جوه نفق ومعاها حيوان صغير وبيلف زي الكورة واسمه توك توك، وبتخليه يعدي قدامها عشان تتأكد اذا كان في فخ ولا لأ، وبتفتح البوابة وبتظهر قدامها الجوهرة. لكن بيظهر قدامها واحد واسمه بنجا بيحاول يمنعها ان هي توصل للجوهرة، وبنعرف بعد كده ان ده والدها وكان بيدربها وهي نجحت في الاختبار. ووالدها بيقول لها ان عيلتهم بتحرس الجوهرة من سنين ودلوقتي بقت هي الحارسة للجوهرة دي. وبيقول لها والدها انه عازم القبائل المتفرقة اللي بتعاديهم على وليمة علشان يتكلموا مش علشان يتحاربوا، وبيطلع يكلمهم ويقول لهم مرحبا بكم في هارت. وبتتقدم نيماري بنت زعيمة الفنج وبتتعرف على رايا، وبتاخدها رايا للوليمة وبيقعدوا يتكلموا هما الاتنين مع بعض، وبيلاحظوا ان في حاجات كتيرة مشتركة ما بينهم. وبتقول لها نيماري ان بالرغم من ان فانج بتبان من بره جميلة الا انهم بيعانوا، وان عندهم اعتقاد ان التنينة الاخيرة سيسو لسه عايشة. وبتوريها نيماري مخطوطة وبتقول لها ان التنينة سيسو بعد ما قضت على الدرون نامت في نهر، وبتسألها رايا اي نهر، لكن نيماري بتقول لها انها مش عارفة، بس تخيلي لو قدرنا نعرف هو اي نهر كل مشاكلنا هتتحل. بتطلب نيماري من رايا انها توريها الجوهرة وبتاخدها فعلا، لكن بتبان نية نيماري الحقيقية وبتبدأ تتحارب البنتين. لكن نيماري بتطلق شعلة في السماء بيشوفها ابو رايا وام نيماري، وبيتجمع الحراس على رايا، ووقتها بتقول لها نيماري ان الجوهرة بقت بتاعتهم. وبيدخل والد رايا وبيدافع عن الجوهرة، وبتدخل باقي القبائل، لكن هو بيقول لهم ان لسه عنده ايمان ان هم يقدروا يتجمعوا ويرجعوا كوماندرا من تاني. لكن واحد من الحراس بيضرب بابا رايا بسهم في رجله، وبتجري كل القبائل علشان يتخانقوا على الجوهرة، وبتقع منهم وبتتكسر. وفي الوقت ده بتتهز الارض جامد، وبيبدأ الدرون يظهر من تاني ويحول الناس كلها لأحجار، وبتجري القبائل كل واحد فيهم ياخد قطعة من الجوهرة ويجروا بسرعة بعيد عن الدرون. وبيقف ابو رايا يكلمها ويقول لها ان هي دلوقتي الحارسة للجوهرة، وبيمسكها ويحدفها في المية لان الدرون ما بيقدرش يقرب من المية وبيتحول هو الحجر. وبعد 6 سنين بنشوف رايا بعد ما كبرت وهي راكبة على توك توك اللي كبر هو كمان، والدنيا كلها اتدمرت والناس كلها اتحولت لأحجار. وبتفضل مؤمنة ان سيسو لسه عايشة، وبتوصل لآخر نهر علشان تدور عليها، لكن بيظهر الدرون وبتقاموا بقطعة الجوهرة اللي معاها، وبتلاقي حطام سفينة فبتدخل جواه، وبتفضل تتكلم مع سلسلة التنينة اللي خدتها من نيماري، وبتفضل تكلم سيسو وتقول لها ان ده اخر نهر وان بقالها 6 سنين بتدور عليها، وبتقول لها قد ايه هم فعلا محتاجينها. وفي الوقت ده بتظهر سيسو وبتتكلم مع رايا اللي بتتفاجئ جدا لما بتشوفها، وبتتفاجئ سيسو ان البشر كسروا التعويذة واطلقوا الدرون من تاني. وبتعرف رايا من سيسو ان مش هي اللي عملت الجوهرة لوحدها، لكنها عملتها بمساعدة اخواتها كلهم. اول ما سيسو بتلمس الجوهرة بتنور، وده بيخلي رايا تتأكد ان هي لسه متصلة بالسحر الخاص بالجوهرة وان هما ينفع يستخدموها تاني، وكل اللي هما محتاجينه ان هما يجمعوا القطع المكسورة من باقي الممالك. وبتروح نيماري للنهر علشان تلاقي رايا وسيسو، لكن لما بتوصل مش بتلاقيهم، وده لان رايا بتكون اخدت سيسو وبدأت رحلتها علشان تدور على باقي قطع الجوهرة المكسورة. وبتروح رايا لأول قبيلة وبتقدر تلاقي قطعة الجوهرة المكسورة، وأول ما التنينة بتمسكهم بتتحول لبني آدمة، وبتكون مبهورة جدا من شكلها الجديد. وفجأة بتدخل عليهم نيماري ومعاها جيشها، لكن بتنجح رايا ومعاها سيسو بمساعدة توك توك ان هما يهربوا منها. وبيركبوا مركب في المية وبيدوروا على الكابتن بتاعها، لكن بيلاقوا كابتن المركب دي هو طفل صغير، وبيطلبوا منهم انه يتحرك بسرعة علشان يبعدهم عن الشط. وفي الوقت ده بتنزل التنينة للمية علشان تخلي المركب تتحرك بشكل أسرع، وبيفضلوا ماشيين في المركب في وسط المية وحواليهم الدرونز من كل حتة، لكن زي ما قلنا ان الدرونز بتخاف من المية علشان كده ما بتقربش منهم. وبيسألهم الولد عن الدرونز، وسيسو بترد عليه وبتقوله انهم عكس التنانين تماما. التنانين بتحب المية والخير والسلام، لكن الدرونز بتجيب الخراب والدمار لأي حاجة بتلمسها وبتحولها لحجر. وبيوصلوا لمحطتهم اللي بعد كده وهي القبيلة التانية، وبتطلب رايا من سيسو انها تفضل في المركب وما تتحركش منها، وبتروح هي علشان تجيب قطعة الجوهرة التالتة. لكن طبعا سيسو ما بتسمعش الكلام وبتبقى عايزة تنزل السوق علشان تشتري هدايا، بس ما بيكونش معاها فلوس، فبيقول لها الولد انها تقدر تشتري اللي هي عايزاه وتقول لهم انها هتديهم الفلوس بعدين. وفعلا بتروح سيسو وبتشتري حاجات كتيرة جدا، لكن الناس ما بيرضوش يسيبوها غير لما تدفع الفلوس. وفي الوقت ده بتظهر ست عجوزة وبتاخد سيسو من وسطيهم. اما بقى رايا فبتضحك عليها بنت صغيرة وبتسرق منها قطعتين الجوهرة، لكن رايا بتعمل معاها صفقة انها هتديها فلوس لو قدرت تجيب لها قطعة الجوهرة التالتة.
وفي الوقت ده بنشوف سيسو مع الست العجوزة واللي معاها قطعة الجوهرة التالتة، وبتطلب منها انها تديها قطعتين الجوهرة اللي مع رايا، لكن رايا بتقدر تاخد القطعة التالتة بمساعدة البنت الصغيرة. ولما بترجع رايا للمركب بتلاقي البنت الصغيرة والحيوانات بتوعها مستنيينها هناك، فبتقرر انها تاخدهم معاها. وبترجع نيماري كمان لوالدتها وبتطلب منها الجيش الملكي علشان تقدر تحارب رايا. ولما بتوصل رايا محطتها اللي بعد كده بيحصل اللي ما كانتش متوقعاه، وبتقع هي وسيسو في فخ، وبيقبض عليهم راجل ضخم بيربطهم هما الاتنين في شجرة. لكن بيدخل توك توك ومعاه الولد الصغير والبنت الصغيرة والحيوانات بتوعها، وبينقذوا رايا وسيسو وبيربطوا الراجل مكانهم. وبتكتشف رايا ان ده الراجل الوحيد اللي باقي من القبيلة بتاعته، وان باقي الناس كلها اتحولت لأحجار. وفي الوقت ده بتسمع رايا صوت نيماري وبتخرج لها علشان تبارزها شخص لشخص، وبيخرج كل اللي معاها ومعاهم قطع الجوهرة من ورا علشان محدش يشوفهم. لكن بتظهر سيسو قدام نيماري وبتعمل دخان كتير وبتاخد رايا وبتهرب. وفي الوقت ده بيقرر الولد الصغير والراجل الضخم ان هما يساعدوا رايا ان هي تجمع باقي قطع الجوهرة لما بيعرفوا ان معاها التنينة سيسو. وبعد كده بيقرر الفريق يتوجهوا لآخر محطة ليهم وهي قبيلة فانج علشان يجمعوا آخر قطعة من الجوهرة اللي موجودة هناك. وبتشرح رايا للفريق بتاعها ان مدينة فانج محمية بالمية من كل اتجاه، والسبيل الوحيد عشان يقدروا يوصلوا لها ان هم يعدوا من المية. وبتاخد سيسو رايا وبتوريها تماثيل التنانين اخواتها اللي رفضوا يستسلموا للدرون، وجمعوا سحرهم كلهم مع بعض علشان يعملوا الجوهرة، وادوها لسيسو علشان تقدر تقاوم الدرون. وبترجع نيماري على فانج وبتحكي لمامتها على كل اللي حصل واللي شافته، وان سيسو لسه عايشة، وبتقولها ان كده في امل ان كل القبائل تتجمع تاني وكوماندرا ترجع من تاني. لكن والدتها بتقولها ان لو القبائل اتجمعت هما مش هيقدروا يحكموهم، وبتقولها ان دورها انتهى لحد هنا وهي هتكمل. ونرجع لخطة رايا، بتكون ان البنت الصغيرة والحيوانات بتوعها يدخلوا هما الاول لفانج ويرموا رسالة لنيماري، وبتكون السلسلة اللي نيماري اديتها لرايا وهم صغيرين. وفي الوقت ده بتكون رايا مع فريقها وكل واحد فيهم بيتكلم عن عيلته وقد ايه هو مشتاق يجتمع بيهم تاني. وبتبعت نيماري اشارة لرايا بتقول لها فيها انها قبلت الهدية، وبتروح لهم نيماري وهما بيتكلموا مع بعض. بتطلع نيماري فجأة السهم بتاعها وبتوجهه ناحية رايا، وبتهددهم انها هتقتلهم لو ما خدتش التنينة ومعاها كمان قطع الجوهرة. لكن بتقرب منها سيسو بتحاول تتكلم معاها عشان تخليها تغير رأيها، وفي الوقت ده بتضرب عليها نيماري السهم بالغلط وبتموت التنينة. وده طبعا بيجنن رايا لانها خسرت اخر امل انها ترجع باباها من تاني. وفي الوقت اللي رايا ونيماري بيكونوا بيقاتلوا بعض فيه، بيكون اصحاب رايا بيحاولوا ينقذوا الناس من الدرون قبل ما قوة الجوهرة السحرية تختفي. ولما بتلاقي رايا قوة الجوهرة بدأت تتلاشى، بتقرر ان هما لازم يثقوا في بعض ويجمعوا قطع الجوهرة مع بعض من تاني. وفعلا بتثق في نيماري وبتديها قطعة الجوهرة بتاعتها وبتتحول هي الحجارة. ومن بعدها باقي الفريق كله بيعمل كده وبيتحولوا هما كمان لحجارة. وبس كده. لو عايزين تعرفوا نيماري فعلا قد ثقتهم ولا لا، او ايه اللي هيحصل في نهاية الفيلم، اتفرجوا عليه واكتبولي في الكومنتس عجبكم ولا لا. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.